بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة الزمالك أو لعيبة الزمالك ومعتمد بيوجعوا قلب جماهيرهم النهاردة بالأمانة. يعني كابتن معتمد الماتشات اللي زي دي مش عايزة افتكاسات، مش عايزة تأليف، مش عايزة إن أنت يعني ده هي ماشية معاك بالستر، يعني هي ماشية معاك أصلا بالستر وبالرضا. يعني اعتقد النهارده لولا جمهور الزمالك العظيم النهارده انت تخسر مباراه، بالذات اول 5 دقايق انفراد عمر جابر بيطلعها اتخلق لها، زي ما كانوا بيقول لك ايه، اتخلق لها عمر جابر، اتخلق لها وانقذ هدف اكيد. وبعديها كوره تانية دربكه في الكورنر هوب مش عارف تيجي في رجل الونش، المهدي سليماني يطلعها ويجي حسين حسام عبد المجيد يطلعها قبل ما تخش جول، ودربكه معرفش ليه وموتر الفرقه ليه. وعملت يعني انت الجزيري ده مش ماتش نهائي ولا عبد الله السعيد يا جماعه، انت بتعاند نفسك ولا بتعاندنا؟ احنا عايزينك تبقى كويس عشان تقعد للسنه الجايه، بجد عايزينك تبقى كويس عشان تقعد للسنه الجايه. انت بتعاند على مين؟ عبد الله السعيد ولا باص صح ولا كوره صح، واخر الماتش اللي هي قبل ما يطلع بثانيه جول وواحده تانية ناصر عملها له جول. هيجيب جول امتى؟ هيكسبك امتى؟ مش انت عمال تقول لي الخبره ولاعيب لا غنى عنه ولاعيب ما اعرفش ايه؟ يا عم ده مش قادر يشيل رجله، والله ما قادر يشيل رجله. تلعبه 70 دقيقه ازاي في مباراه زي دي كلها عيال صغيره، شباب صغير وبيجري وبيتحرك والكلام ده، وتيجي بعد كده تطلع باحمد ربيع؟ ماشي احمد ربيع وحش، طب منزل محمد السيد من الاول صغير زيهم ويجري زيهم ويناكب زيهم. بص محمد ابراهيم لما لعب الصغير على الراجل بعد خروج عمر جابر سريع مع سريع خلاص ابطل، مع ان كل هجمه بيروحها بس بتبقى مرتده، ولكن محمد ابراهيم بيحصله، ويا اما بتيجي في رجله يا اما الونش بيجيبها تيجي في رجله. يعني مش عارف، انا مش عارف انت ايه تصميمك على عبد الله السعيد، مش عارف. والنهارده هتلعب لي الجزيري، انت ماتش زي ده 3 بونت تديك الدوري، وبعدين بتعمل مصيبه سودا تطلع بزيرة يا راجل حد يطلع بزيرة يا راجل؟ هو انت بتسمع كلام الناحيه التانيه؟ ده بزيرة ده اخطر لعيب عندك، اخطر لعيب، والمصحف هو اللي ممشيك، هو اللي مقعدك في مكانك. بزيرة ده هو اللي مقعدك في مكانك يا راجل. ايه عقليات حاجه، ده التدريب خلاص ده بقى حاجه والله العظيم توجع القلب. بقى احسن لعيب في الملعب والخطير اللي ممكن يغير لك في اي ثانيه تقوم جاي شده. ما شيكوبانزا بقاله ساعه تعبان، راح تطلع بزيرة عشان تنزل؟ ما تلعب ب2 راسات حربه يا جدع، ما تنزل عدي جنب ناصر وتدخل بزيرة جوه تحتيهم، هيدغدغ لك الدنيا يا راجل، هيكسبك يا راجل. انا مش عارف والله العظيم التدريب في خطر، والله في خطر، استغفر الله العظيم يا رب. الشوط التاني ده هو راح لك انفراد بمجهود فردي وحطها زي ما الكتاب بيقول، بس مفيش توفيق. واحده فتوح اللي انت مقعده ده لو لعبته مكان عبد الله شوف عامل كام اسيست لما نزل لناصر منسي، واحده هو وجون معرفش ناصر راح. ما تحط بطن رجلك يا عم ناصر، انت بتتعازم فيها ليه؟ ده معديه الجون ومعديه الباك، حط بس وجهها في الجون جول. انت بتتعازم ليه؟ عايز تقطع الشبكه ليه؟ ما تحط بطن رجلك وجهها بس في نص جو في يا راجل، لو بين رجل الحارس هتخش والله، لان الحارس وقف سلم، مفيش اي رد فعل هيعمله. ادي فتوح يا عم اللي انت والقرانر تيت في السما وتروح وتلف ويطلع الونش يطلعها بره، يطلع حسام عبد المجيد يطلعها بره. انت ما بتتمرنوش على قرانر يا ابني؟ وكل كره يجي سبرنت، ما بيعملش السبرنت في الملعب قد ما بيعمل السبرنتات رايح جاي على اهو بيرفع الكورنر اهو، سبرنتات على القرانب، ويا ريت اول واحد بيطلعها يا اما بتروح في اخر الدنيا بتعدي الونش وحسام عبد المجيد
فين الخطوره بتاعتها؟ ما بتتمرنش عليهم ليه يا عم؟ ده الحاجات دي هي اللي بتجيب لك اجوان وهي اللي بتكسبك. يا جماهير الزمالك احمدوا ربنا النهارده ان انبي ما خطفش. هو طبعا انبي ما حدش يلوم عليه، ما حدش يفتح بقه عليه. دي فرقه بتلعب للمزاج وبتلعب للشهره، عشان في لعيبه عايزه تعرض نفسها، وده من حقهم ومن حق رئيسهم ومن حق مدربهم. ليه؟ لان ده اكل عيشهم. وانت عايزه يسيب لك الماتش؟ مش هيسيب لك الماتش. ولازم تعرف كده من قبل الماتش ان محدش هيسيب لك انت بالذات. يعني هيبقى نفس الكلام سموحه اللي هي النهارده مغلوبه، النهارده هتموت نفسها قدامك. الاهلي نفسه هيموت نفسه قدامك. هيجي بقى لان لازم هيموت نفسه، عشان لو كسب النهارده انت دخلته في الجيم النهارده. يقول لك اكسبه وبالمواجهات هناخد الدوري. انما لما كانت 5 بونت حتى لو كسبت كان عندك ماتشين وانت فارق 2 بونت، هتكسب الماتشين مبروك عليك الدوري. انا بحيي فرقه انبي، بحيي رئيس نادي انبي، بحيي المدير الفني حمزه الجمل، بقول له انت عامل فرقه كوره محترمه. بغض النظر عن اي حاجه، انت يعني ولاعيبتك لعيبه محترمه ولاعيبه مش هتسيب لحد. اسمع اللي انا بقول، انا عارف حمزه الجمل ما بيسيبش لحد، لان هو عايز يعمل اسم وتاريخ عشان ده اكل عيشه. انما لو ساب زي ما انتوا بتطلعوا كده على مدربين تانيين ما ينفعش، مفيش حد هيسيب، لان هياخد مكافأة فوز وهياخد مكافأة تعادل في حالة ان هو لو تعادل او كسب. فده شغله واحنا بنحييه عليه والله. برافو يا كابتن حمزي، كابتن حمزة، برافو لعيبتك، برافو يا استاذ ايمن يا شريعي. انت بتعرف تلاعب الناس حتى لو انت بالمداخلات التليفونية اللي انت بتعملها بالتحفيز، وده حقك ومحدش يقدر يقول لك بم. انما اللي يتساب بقى ويتكلم بقى التمنيات ده، ما جبتش ليه حد من بيراميدز يخش وتعمل له مداخله عشان يبقى في توازن؟ يا بتاع التمنيات، انت لما بيخش جون فيك التمنيات هتلاقيه النهارده في الاستوديو، وان شاء الله ان شاء الله يتعكنن عليك، عشان انت ما عندكش اي مهنيه بصراحه يعني. لان انت لو مهني كنت انت دخلت حد من فريق بيراميدز، يعني اسوة زي ما انت دخلت حد من، انما تقدر ده جليدان تمسكك تدوس عليك. فاكر لما دست عليك وانت طلعت اتأسفت قلت لهم ده انا اهلاوي ابن اهلاوي ابن اهلاوي؟ فاكر لما اللجان طلعت عليك؟ لا وكمان ان هو رئيس نادي ولا مش عارف مشرف كوره على نادي. طب هنثق فيك ازاي وانت لما تيجي تلاعب الناس التانيه؟ هنثق فيك ازاي؟ انهي ثقه بقى وانت اصلا عمال تفرش فرشه؟ خليك عادل، خليك مهني. يلا سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالعاده الزمالك او لعيبه الزمالك ومعتمد بيوجعوا قلب جماهيرهم النهارده بالامانه يعني. كابتن معتمد الماتشات اللي زي دي مش عايزه افتكاسات، مش عايزه تأليف، مش عايزه ان انت يعني ده هي ماشيه معاك بالستر، يعني هي ماشيه معاك اصلا بالستر وبالرضا. يعني اعتقد النهارده لولا جمهور الزمالك العظيم النهارده انت تخسر مباراه، بالذات اول 5 دقائق انفراد عمر جابر بيطلعها اتخلق لها، زي ما كانوا بيقول لك ايه، اتخلق لها عمر جابر، اتخلق لها وانقذ هدف اكيد. وبعديها كوره تانية دربكه في الكورنر هوب مش عارف تيجي في رجل الونش، المهدي سليماني يطلعها ويجي حسام عبد المجيد يطلعها قبل ما تخش جول، ودربكه معرفش ليه وموتر الفرقه ليه. وعملت يعني انت الجزيري ده مش ماتش نهائي ولا عبد الله السعيد يا جماعه، انت بتعاند نفسك ولا بتعاندنا؟ احنا عايزينك تبقى كويس عشان تقعد للسنه الجايه، بجد عايزينك تبقى كويس عشان تقعد للسنه الجايه. انت بتعاند على مين؟ عبد الله السعيد ولا باص صح ولا كوره صح، واخر الماتش اللي هي قبل ما يطلع بثانيه جول، وواحده تانية ناصر عملها له جول. هيجيب جول امتى؟ هيكسبك امتى؟ مش انت عمال تقول لي الخبره ولاعيب لا غنى عنه ولاعيب معرفش ايه؟ يا عم ده مش قادر يشيل رجله، والله ما قادر يشيل رجله.
تلعبوا 70 دقيقة ازاي؟ ازاي في مباراة زي دي كلها عيال صغيرة، شباب صغير وبيجري وبيتحرك والكلام ده، وتيجي بعد كده تطلع باحمد ربيع؟ ماشي احمد ربيع وحش، طب منزل محمد السيد من الاول صغير زيهم ويجري زيهم ويناكب زيهم. بص محمد ابراهيم لما لعب الصغير على الراجل بعد خروجه عمر جابر، سريع مع سريع خلاص بقى ابطل، مع ان كل هجمه بيروحها بس بتبقى مرتده، ولكن محمد ابراهيم بيحصله، ويا اما بتيجي في رجله، يا اما الونش بيجيبها تيجي في رجله. يعني مش عارف، انا مش عارف انت ايه تصميمك على عبد الله السعيد، مش عارف. والنهارده هتلاعب لي الجزيري، انت ماتش زي ده 3 بونت يديك الدوري، تديك الدوري، وبعدين بتعمل مصيبه سودا تطلع بزيرة يا راجل، يا راجل حد يطلع بزيرة يا راجل. هو انت بتسمع كلام